لو ناوي تشتري الايفون الجديد فلازم تتفرج على الفيديو ده، لان ده ممكن يكون اكتر قرار هتندم عليه. عشان اليومين دول في تسريبات بتقول ان ابل بتجهز لاكبر تغيير في تاريخ الايفون مع الايفون 18. والسؤال هنا، هل الموبايل ده فعلا هيعمل تغيير في مسيرة الايفون في شركة ابل؟ بس قبل ما نفهم السؤال خلينا نفهم القصة من الاول. لو بصيت على الايفون في السنين اللي فاتت هتلاحظ حاجة غريبة، ان التصميم دايما ثابت في كل الاجيال، لكن التسريبات الجديدة من المواقع زي ماكرومرز وتيك ادفايزر وبتقول ان ايفون هتعمل تغيير كبير في ايفون 18. واكبر تسريب حاليا بيتكلم عن الفيس اي دي، وانه في الاصدار الجديد هيبقى موجود تحت الشاشه، وده معناه ان الدايناميك ايلاند ممكن يبقى اصغر بكتير او حتى يختفي. ولو حصل ده هتشوف الايفون بشاشه شبه كامله. وفي تسريبات كمان بتقول ان نسخة البرو هتيجي بميزة اسمها Variable Aperture، والميزة دي موجودة في الكاميرات الاحترافية، ودي هتخلي الموبايل يتحكم في كمية الضوء اللي داخلة للكاميرا، وده هيخلي الصور يكون فيها تحسين بشكل كبير وخصوصا بالليل. وكمان من المتوقع ان الموبايل ينزل بمعالج جديد اسمه A20، والمعالج ده متصنع بتقنية ال2 نانو متر، وده لو حصل فعلا هيكون واحد من اقوى المعالجات الموجودة في اي موبايل. والتسريبات فاجئتنا ان ممكن ابل تقدم ولأول مرة ايفون قابل للطي، ولكن لحد دلوقتي مفيش تأكيد رسمي للموضوع ده. ولكن في النهاية لو التسريبات دي طلعت صح هيكون ايفون 18 من اقوى الموبايلات اللي نزلت في تاريخ ايفون، ولكن لو طلعت غلط هيبقى مجرد تغيير بسيط زي كل جيل. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يصلك كل جديد. سلام.